اليوم نزلنا على شوارع اسطنبول منطقة الفاتح كرمال نسأل سؤال بيشغل بال كل مغترب. هل الغربة هي موت بطيء؟ هل العيشة برا البلد بلا كرامة أو وجع قلب؟ خلونا نسأل الناس ونشوف شو رأيهم بموضوع الغربة. تفضلوا معنا. أحمد لبان من سوريا حلب. قد صار لك بتركيا؟ حوالي 6 سنوات. اليوم نحن سؤالنا عن الغربة، بدنا نسألك هل فعلا الغربة موت بطيء وليش؟ بالنسبة لي أنا صار لي متغرب تقريبا 35 سنة عن بلدي، يعني كنت عايش بالسعودية والآن في تركيا. بصراحة كان في السعودية ما كنت أحس بالغربة يعني، لكن الآن جيت لهون ومع إنه كان في سوريين كتير، لكن للأمانة في غربة، وغربة كتير صعبة يعني بسبب المعيشة والصعبة وهيك يعني. فيك تحكي لنا شو أكتر شي تعبك بالغربة؟ لحظة أو موقف أو شي يعني ما بتقدر تنساه، شيء قدر يأثر عليك سلبا بالغربة؟ بصراحة من ناحية العمل، يعني العمل هون جدا صعب والتكيف فيه صعب كتير كتير. والأصعب كمان موضوع التنقل والهوية والقصص هي صعبة علينا كتير كتير يعني، فعم نحس حالنا كأنه بدون كرامة يعني بصراحة يعني. لو خيروك ترجع على بلدك سوريا حاليا بعد ما تحررك ولا تكمل هون، شو بتختار وشو الأسباب؟ حاليا لا، ما برجع على بلدي. بالنسبة إلي أنا بحكي شخصيا يعني ما برجع على بلدي، لأنه ما عندي بيت، ما عندي عمل في سوريا، فبفضل إني أبقى هون يعني لبين ما على الأقل يعني أكون حالي شوي يعني. طب سؤال هيك فيه شوية مشاعر، لما بتشتاق اليوم لسوريا شو أول شي بتفكر تعمله؟ يعني في أشخاص بيسمعوا غنية، في أشخاص مثلا بروحوا بحبوا يقعدوا لحالهم لما يتذكروا بلدهم. يعني بروح على المناطق اللي هي بتشبه سوريا، مثل منطقة الفاتح هون، جامع الفاتح، يعني بيذكرني شوي بمناطق اللي بسوريا يعني. بنزل على البحر يعني هيك. شو بتحب تقول لهم، توصل لهم رسالة خصنص أهلنا يلي لساتهم عايشين بسوريا؟ والله إن شاء الله نتمنى نلتقى فيهم بأقرب وقت يعني، وبأقرب فرصة بتكون الظروف أحسن من هيك الآن بسوريا، وإن شاء الله يعني بإذن الله. محمد.